مرحبا بكم الاخوان في القصه ديال اليوم. القصه اللي هزت العالم في السنه ديال 2010. هاد القصه هادي كتبدا بالضبط في السودان، في واحد القريه في النواحي ديال غرب السودان. كانت كتعيش واحد البنت اسمها ريا والملقبه بأم شوايل. وهذا اللقب هذا في اللهجه السودانيه كيعني هي الفتاه القويه. المهم القصه ديال ريا هزت العالم في السنه ديال 2010 بقوه الصدمه والرعب اللي كاين في القصه ديالها. ريا كانت عايشه في الباديه هي والاب ديالها، وعايشين باش ما قسم الله. كانت دايما كتفيق في الصباح وكتخرج ترعى الاغنام ديالها، وكانت دايما موالفه كتجي حتى العشيه. وفي حال اي راعي ديال الاغنام كانت مولفه حتى كتحسب الاغنام ديالها عاد كتجي للدار. ولكن الصدمه هي واحد النهار مشات كيف ما العاده ترعى الاغنام ديالها وتفاجات بان 4 ديال الاغنام ناقصين. ريا عيات ما كتقلب عليهم ولكن ما لقاتهمش وظلام عليها الحال في الليل. فقدت الامل وهي ترجع في حالها للدار. كان باين في وجهها الرعب والخوف، ولكن ماشي حيت ضيعت الاغنام ديالها، ولكن حيت كانت خايفه من الاب ديالها، حيت كان واحد الراجل عصبي بزاف فوق القياس. المهم هاد البنت هادي كل ما كتقرب خطوه للدار قلبها كيتزير عليها. ام شوايل رجعت للدار هي والاغنام ديالها، ومع الباب ديال الدار ام شوايل كتتلاقى الاب ديالها حدا الباب. ريا كانت مخلوعه بزاف من الاب ديالها، وملي تلاقاتو صرحاتو بشنو وقع ليها. ريا قالت للاب ديالها بلي هي ضيعت 4 ديال الاغنام، ولكن الاب ديالها تعصب بزاف. في هذيك اللحظه بقى كيضرب فيها حتى هي ومشى في حالو على غدا جا لعندها، وهي مسكينه كامله مضروبه ومجروحه. وبقوه العدم ديال الانسانيه اللي فيه قال ليها غادي تختاري جوج ديال الحوايج، يا اما غادي نرميك في البير يا اما غادي نصفيها لك. تخيلوا معايا بان هاد القصه هادي واقعيه وباقي ما شفتوا معايا في القصه والو. كملوا حتى الاخر باش تفهموا بزاف ديال الحاجات وغادي تتصدموا. المهم ريا اختارت البير، والاب ديالها ما ترددش في القرار ديالها، وجرها من يده وداه لابعد بير مهجور كاينه في هذيك القريه باش حتى واحد ما يلقاها ولا يسمع صوتها. وهذاك البير اللي داها ليه اصلا قصته قصه، كان معروف عليه بير مسكون بالجن والشياطين وحتى واحد ما كيقدر يقرب ليه. المهم هذاك المجرم هو غادي بها في الطريق والبنت كتبكي وكترغب به باش يسمح ليها، ولكن الاب ديالها قلبه قاصح وما فيهش الرحمه. وصلوا لهاديك البلاصه ووقف بنته في جنب ديال ديك البير ورمى بنته بدون رحمه ولا شفقه. هذاك البير العمق ديالو 38 متر، والبنت مسكينه تبكي وتنوح، ولكن لا حياه لمن تنادي. ام شوايل بقات كتغوت ولكن حتى واحد ما كيسمعها من غير باباها اللي قلبه ميت اصلا. وعلى غدا الاب ديالها مشى لوسط ديال القريه يبكي ويغوت وكيقول للناس بان بنته ما رجعت للدار. الناس ديال هذيك القريه كاملين تيقول الكذوب ديال هذاك المجرم اللي كان اكبر مجرم في هذيك القريه، حيتاش الناس في السودان مساكن معروفين بالجود والكرم والنيه ديالهم. الناس ديال هذيك القريه كاملين كيقلبوا على ريا ولكن بدون اي نتائج. ودابا غادي نرجعوا عند البنت المسكينه اللي مرميه في البير. فاش كان رماها الاب ديالها في هذيك البير كان واحد الغصن ديال الشجره كبير. هذاك الغصن ما واصلش للقاع ديال البير، والبنت فاش رماها الاب ديالها بقات معلقه في هذاك الغصن وما طاحتش للقاع ديال البير. تخيل معايا بان هذاك البير اللي كان القاع ديالو كامل عامر بالفاعي وبالعقارب. هاد المخلوقات السامه كانت كلها كتستناها غير فوقاش تحل عندهم لولا رحمه الله عليها بهذيك الغصن. والحاجه اللي غريبه في القصه ديال ام شوايل هو انها بقات في هذاك البير اكثر من اسبوع معلقه في هذاك الغصن. واحد النهار في هذيك السيمانه كانوا مجموعه ديال الدراري كيلعبوا قدام هذاك البير بعدين عليه ب 200 متر تقريبا. وملي كانوا كيلعبوا هذوك الدراري قدام هذاك البير شويه وهما كيتفاجئوا بالغوات جاي من الوسط ديال البير، وهذاك الصوت كان واضح بانه صوت ديال البنت. والدراري في هذيك اللحظه خافوا ورجعوا للقريه وقالوا لوالديهم شنو وقع ليهم. قالوا ليهم بانهم سمعوا الصوت ديال البنت خارج من الوسط ديال البير، ولكن القصه ديال هذاك البير اللي كان معروف انه مسكون بالجن ما طاحتش على الناس ديال القريه انه غادي تكون بنت مرميه في وسط ديال هذاك البير. وخافوا على ولادهم وقالوا ليهم اخر مره غادي تقربوا لهذاك البير. وهاد الواقعه هذه غير زادت عقدت الامور على ريا. والصدمه هو انها دازت 40 يوم تقريبا والبنت مازال عايشه في وسط البير. كيفاش بقات عايشه؟ هذا هو السؤال اللي ممكن يكون طيح لك في بالك دابا.
ولكن الجواب غادي يصدمك فاش غادي تكمل معايا الفيديو حتى الاخر. غادي تعرف الجواب. دير بوز للفيديو وكتب لي التوقع ديالك، انا متاكد ان اي توقع غادي تكتبو الجواب ديالي غادي يصدمك في اخر الفيديو. المهم من بعد هذيك 40 يوم كان واحد الراجل غادي كيرعى الاغنام ديالو قدام هذاك البير، وهو يسمع نفس الصوت ديال هذيك البنت كتطلب الاغاثه. على الله وعسى يسمعها شي واحد. انا بقيت غير مستعجب في الصمود والصبر ديال هاد البنت. سبحان الله كيفاش بقى عندها الامل في هاد المده كامله وهاد المحنه اللي دازت عليها. المهم هذاك الراعي قرب من هذاك البير وهو خوفان وطل في وسط ديال البير وقال واش انتي انس ولا جن، وشويه هو يجيه الجواب، والجواب كان بهذا الشكل هذا: انا ريا انا ريا، والبنت كتموت بالبكي. وهو يعاود نفس السؤال هو يجيه نفس الجواب. وهذاك الراجل مشى كيجري للقريه وقال للناس بانه سمع واحد الصوت في داخل ديال البير، والناس ديال القريه قالوا له بانه يقدر يكون الصوت ماشي ديال انس، حيتاش هذاك البير كلشي كيعرفو مسكون. ولكن هذاك الراجل بقى متشبت في الجواب ديالو، حيتاش كان عارف بان هذاك الصوت ديال البنت وماشي ديال شي حاجه اخرى. والناس ديال القريه قرروا هاد المره بانهم يمشيو كاملين للبير، وملي مشاو معاه هاد المره كلشي سمع الصوت ديال البنت، واتفقوا باش يجيبوا واحد الخيط طويل باش يربطوه فيه واحد الراجل ويهبطوه للبير. وهو نازل في البير وشويه هو يلقى البنت ومشى وايل. البنت اللي اسمها ريا لقى البنت كامله مكرفصه بالتراب والحاله الصحيه ديالها ماشي حتى لهيه. وديك الراجل طلل في القاع ديال البير ويجبرو عامر بالفاعي والعقارب وهو يطلعها بالزربه من البير. ملي طلعها من البير الناس كاملين تصدموا، حيتاش لقاوها هي نفس الطفله اللي كانت غابت قبل 40 يوم هادي. وداو البنت لاقرب سبيطار كاينه في هذيك البلده، حيتاش البنت كانت ضعفت بزاف في هذيك الوقت وحالتها حاله مسكينه. الاب ديالها دار في راسو بانه فحالي ما عرف والو ومشى لعندها للسبيطار. ولكن جاو قوات الامن وسقساو الطفله كيفاش وقع ليها، وقالت لهم بان الاب ديالها هو اللي رماها في هذاك البير، والسبب هو انها ضيعت 4 ديال الاغنام. تخيل معايا ان هذا السيد هذا فضل 4 ديال الاغنام على بنته اللي مدمو ولحمو. وفي هذيك اللحظه شبروه قوات الامن. وفي هذه اللحظه كتسالي القصه ديال ريا والاب ديالها. واذا كنتي من النوع اللي كيعجبو هاد القصص الواقعيه بحال هادو ما تنساش تشترك معايا في القناه باش يوصلك اي حاجه نزلتها في هاد الباج، وخلي معك واحد لايك وكومونتير الا بغيتي. وتهلاو ونتلاقاو في الحلقه الجايه.